مساء الخير. كارثة جديدة حصلت بعد كارثة الشاب عمرو عمارة اللي اتحكم عليه ب25 سنة سجن في الشرقية بسبب شريحة موبايل. اهي إحالة صاحب خط المحاكمة بتهمة استخدام شريحة في عملية نصب. وقصص النصب دي كتير قوي، والنصاب استحالة يستخدم شريحة باسمه طبعا، ومفيش حد شريف هيروح يدور على شريحة باسم واحد تاني. يعني أكيد كتير من الشرايح اللي بالشكل ده مع ناس شمال او بيبيعوها للاجئين غير شرعيين باضعاف سعرها الاصلي طبعا. ما هو اللاجئين اللي من غير اقامه واللي داخلين تهريب دول بالملايين، ومش من حق الاشكال اللي زي دي قانونا انها تطلع سيم كارد الا لما يكون معاهم اقامه ساريه. فبالتالي مفيش قدامهم غير سكه الخطوط المزوره دي اللي موظفين الشركات بيطلعوها باسماء العملاء المسجلين عندهم. مافيا ضخمه جدا مترتبه ومتنظمه بتشتغل من زمان واحنا مش دريانين. والبتاع القومي لتنظيم الاتصالات ده يا اما مش عارف، ودي تبقى كارثه طبعا كبرى واهمال جسيم، لان من اهم وظائفه الرقابه على عمل شركات الاتصالات. ما هو اسمه المجلس القومي لتنظيم الاتصالات. يا اما عارف بقى ومطنش، ودي تبقى خيانه عظمى للشعب اللي ائتمنوا على امنه وسلامه. اصل الموضوع طلع مش بيمس فرد ولا مجموعه مثلا، لا، ده طلع بيمس شعب مصر كله. الشعب المصري من العريش للسلوم لأسوان بقى مهدد بالسجن في قضايا ممكن ترتكب بالناس شمال أو لاجئين أو خلافه. الموضوع بقى قضية رأي عام ترقى لمستوى تهديد السلم والأمن القومي. ولغاية النهاردة ما سمعناش حاجة من وزير الاتصالات اللي هو الوزير المختص، ولا كأن الموضوع يخص لا وزير الاتصالات ولا رئيس الوزراء ولا أي حد مسؤول. كل اللي بنسمعه من مجلس النواب اللي رئيس لجنة الاتصالات فيه طالع بيقول أوصلنا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحديث دوري لبيانات العملاء منذ أيام، واليوم يستجيب الجهاز رسميا. لو النبي الحمد لله إن هو استجاب. لو هما متصلين بيه منذ أيام وهو استجاب النهاردة، يعني مش في دماغهم الجماعة يعني. ده الجهاز ده لو في دولة بتحترم مواطنيها لازم يتفور كله ويتحل المحاكمة، ووزير الاتصالات كمان يقدم استقالته، ولو ما قدمهاش الحاج مدبولي لازم يقيله، ولو ما اقلوش بقى يبقى رئيس الدولة لازم يتدخل. انتوا شاطرين بس كل يوم تقولوا لنا الامن القومي الامن القومي والوحدة الداخلية والنسيج المجتمعي، ولما تيجي على امن المواطنين الامين اللي ممكن يلاقوا نفسهم في السجون من غير اي ذنب ما نشوفش حد منكم. انا مش فاهم ايه كمية البرود اللي الحكومة بتتعامل بيها مع الموضوع الخطير ده. ده واضح ان العالم دي مش فاهمة اي حاجة في البتنجان خالص. اسمعوا. هتعرفوا الكارثة دلوقتي وايه اللي ممكن يحصل لنا، وهقول لكم طريقة الحل، بس طريقة الحل دي ترجع للدولة مش ترجع لينا احنا. قصة ان النهارده عمرو عمارة اتأيد فيه حكم المؤبد، اللي هو الشاب اللي خط التليفون اتباع منه اتعمل وهو قال بتاعه او مش بتاعه ايا كانت الموضوع، اتعمل منه مكالمة تخص تجارة مخدرات وهو لبس فيها شاب عنده 21 سنة ولا 24 سنة. مش هذه القصة، بس فعلا اي واحد فينا بيروح يشيك في شركة اتصالات. انا لقيت عليا دلوقتي 7 ارقام من شركة اتصالات، في شركة من ال4 شركات اللي موجودين، وشركة كبيرة ومالتي ناشونال. انا ايه ذنبي ان انا اروح عشان خاطر اروح الغيهم مش لما اعرف الاول المصايب اللي اتعملت بيهم؟ افرض ان الارقام دي اتعمل بيها نفس المشكله، كلموا بيها الناس اللي هم بيسرقوا بيها والهاكرز اللي هم بيسرقوا بيها فلوسهم من انستا باي او من فلوس البنوك. اعرف ازاي ان اتعمل عليها محافظه ولا غير برضه لما اروح الشركه؟ الاسخن من كده قبل ما اروح الغيها، ما يمكن دول خدوا اقساط من حالا ولا قروض من حالا ولا تسهيل ولا فاليو ولا اي الكلام ده كله. المفروض ان في حد يطلع كده يوضح للناس يا جماعه اللي عنده الخط ده قبل ما الغيه ازاي يعرف ان هو يامن نفسه. اي حد محامي تعويضات يطلع يرفع قواضي باسامي الناس دي ويطالبوا الشركات دي بتعويض، تسحب استثمارها، تتقفل في مصر، تتعاقب، الكلام ده كله ده مصيبه احنا كلنا محطوطين فيها. وطريقه الحل سهله، ما احنا لما بنروح نجدد بطايقنا بنبصم ب5 صوابع في اليمين و5 صوابع الشمال. ما تشغلش المعامله لاي بني ادم ايا كانت الشركات بتاعت فاليو او في شركات الاتصالات، ما طلعولوش خط الا اذا بصم بصباعه اليمين وصباعه الشمال. لكن بمجرد معاه صوره بطاقه، زمان كانت الناس بتسرق انابيب وتعمل تقسيط عشان خاطر النهارده تروح تعمل انبوبه قسط بالتقسيط قبل 20 و25 سنه. لكن النهارده واحد قاعد في البلد، قاعد بره البلد، قاعد جوه البلد، يرجع يلاقي عليه 7 8 خطوط وهو ما يعرفش عنهم حاجه.
الشركه تحاسب المسؤول عنها وترفده، والشركه تدفع تعويض للناس عن الكلام ده. ده استهتار. لازم نشغل موضوع البصمه فورا، والحكومه هي اللي مسؤوله عن الكلام ده مش احنا. المهم الابلكيشن اللي اسمه ماينترا اللي عاملينه ده ما بيبينش الارقام كامله، يعني ما تعرفش توصل للمعاه الخط اللي باسمك كمان. طب عموما بقى دي فرصه للمصريين انهم ياخدوا حقهم القانوني من الشركات اللي عملت مليارات من فلوسنا دي، وهي بتدينا الفوتات وبتدينا خدمه لا ترقى للقيمه اللي بندفعها باي شكل. كده بقى كل مواطن يطلع له خطوط ما يعرفهاش يروح يعمل بيها محضر في القسم وبلاغ بالتزوير للنائب العام ضد الشركه. وسيبك بقى من البتاع القومي للاتصالات ده، مش هتطلع منه بحاجه لانه اصلا راسي على الموضوع من اوله. البلاغ يبقى اتهام للشركه بالتزوير ومطالبه بالتعويض المادي، وهو رزق المحامين اللي هياخدوا نسبه من التعويض اللي هيطلع لك ان شاء الله بعد سنتين، مش مشكله. على فكره في بعض المحامين ابتدوا يشتغلوا في الموضوع ده بنفسهم لنفسهم. اهو المحامي نجاد البرعه بيقول هرفع دعوه على شركه اورنج لان لقيت خطين مش بتوعي مسجلين باسمي لحد دلوقتي، وهدفعهم تعويض هم وجهاز تنظيم الاتصالات اللي مش بيقوم بدوره في مراقبه الشركات. لكن لو كان عندنا برلمان بجد كان على الاقل عمل لجنه تقصي حقائق، ولو عندنا اعلام حر كانت عمل تحقيقات استقصائيه عن الفضيحه دي. موضوع خطوط المحمول والعشوائيه في بيع الخطوط فضيحه باي معيار، ولازم ناس تقال وتعويضات تندفع. على فكره اوعى تروح الشركه ويمضوك على تنازل عن الخطوط دي، لان التنازل معناه انك حائز على الخط وبتتنازل عنه، يعني اعتراف ضمني وصريح بملكيتك للخط واخلاء تام لمسؤوليه الشركه. يا باشا انا دلوقتي اهو رحت فرع فودافون المحترم في مدينه العاشر من رمضان، وده تاني فرع اروحه. النهارده انا عندي مشكله في خط متسجل على اسمي وعليه محفظه الكترونيه ويتم التعامل عليه، والموظف المحترم قال لي المبلغ اللي عليه. انا دلوقتي عايز انكار ملكيه للخط. مفيش انكار ملكيه، في حاجه اسمها عدم حيازه لخطوط معرفش ايه كده، ورقه كده عاملينها هم كده بصيغه معينه، دي مش بالنسبه لي. النهارده انا عايز اثبت والناس معايا وعندها نفس المشكله، في خطوط باسمنا ومفتوح عليها محافظ الكترونيه، محفظه الكترونيه بمثابه حساب بنكي. مين بيتعامل على الخط؟ اللي بيتعامل على الخط لازم بطاقه ولازم رقم قومي ولازم الشخص بنفسه عشان يتعامل. النهارده الشركه المحترمه فودافون رافضه ان هي تديني ما يثبت ان الخط ده اتفتح امتى ومين اللي شغال عليه ومين اللي فتحه ومين اللي عمل المحفظه الالكترونيه. الموظف المحترم كتر خير بيقول لي اطلع على القريه الذكيه في اكتوبر عشان نقدر نتعامل على هناك. الناس شاهده على الواقعه وانا بثبت الواقعه دي، والراجل ده عنده 5 خطوط باسمه عليهم محافظه الكترونيه وعنده نفس المشكله، واغلب الناس هنا عندها مشاكل في الخطوط. والراجل المحترم ده معاه خطين وبرده مش باسمه، ما يعرفش عنهم حاجه. فمن فضلكم الجهات المعنيه والمسؤوله في الدوله تلحقنا من فخ شركات الاتصالات في مصر. بعد اذنكم نستنجد بيكم، مش هنتحبس 25 سنه زي ناس ملهاش ذنب في حاجه. الخطوط بيتعمل بيها كوارث، الخطوط بيتعمل بيها مصايب. الخط النهارده متسجل على كل مؤسسات الدوله، من مرور لتضامن لتموين لتامينات لمعاشات لكل حاجه. بعد اذنكم بنخاطب الشركات المحترمه تيسر على المواطنين وتحل لهم مشاكلهم. مش معنى ان انت تتملص وعايز تتستر على زميلك اللي عمل المصيبه دي يبقى انت تلبسنا. انا مش هلبس وانا عايز احمي نفسي بقوه القانون. بعد اذن المحترمين والمسؤولين في الدوله انقذونا والحقونا من فخ شركات الاتصالات اللي احنا وقعنا فيه. متشكرين. في مقترح برلماني عاملينه في مجلس النواب لتمكين المواطن من وقف اي خط مش مالكه. تفاصيل المقترح حسب ما نشرته القاهره 24 بتقول مقترح باضافه زر ايقاف الخط داخل تطبيق ماينترا. الزر يحمل مسمى هذا الرقم ليس ملكي وإيقاف الخط. يتيح تقديم اعتراض إلكتروني دون توجه لفروع الشركات. يمنح المواطن رقما مرجعيا وشهادة تثبت تقديمه طلب الاعتراض. تمام. يرسل طلب الإيقاف لشركة الاتصالات والجهاز القومي للاتصالات. أوكي، عشان يبقوا الاتنين على علم، عشان الشركة ما تتهربش. وضع الخط في حالة موقوف مؤقتا للتحقق من الملكية لحين الفحص. تمام. طالب بإرسال إخطار فوري للمواطن عند تسجيل أي خط باسمه.
ما هو المواطن المفروض ما يسجلش خط باسمه الا اذا كان موجود بصراحه. تتحمل الشركات مسؤوليه اثبات سلامه التعاقد والتحقق من هويه المواطن. تمام، اقتراح كويس للمستقبل، بس المشكله في اللي فات. المهم ان رئيس اتصالات النواب طلع يقول ان هيتم وقف الوكلاء والموزعين وحظر بيع الخطوط الا من خلال الشركات. على اساس يعني ان الشركات مش هي سبب المشكله، ومش هي اللي اجبرت موظفينها عشان يحققوا التارجت انهم يبيعوا خطوط باسماء مزوره. والله حاجه تشل بصراحه. هو اي كلام عشان الناس تهدى وخلاص. ده احنا بنستوي على الجنبين في هذه الحقبه الذهبيه من تاريخ مصر.